طيب انا دلوقتي هبدأ من الصفر خالص. انا معايا هنا صفحة فاضية. اللي انا هعمله ان انا هروح اكتب HTML5 علشان بس يحط لي الاستراكشر الاساسي بتاع ال HTML، وهكتب هنا ان احنا هنعمل بلوج، ممكن اسميها syntax بلوج، هعمل مدونة. اللي احنا هنعمله ان احنا هنبني الاستراكشر بتاع ال HTML وال CSS مع بعض، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل جافا سكريبت. واحنا بنعمل ال HTML هنراعي الجافا سكريبت، يعني هنفكر فيها ان احنا الكلام ده هنشتغل فيه بالجافا سكريبت علشان نبقى مراعيين فكرة الاي دي، الكلاس، الحاجات اللي زي كده. طيب اللي انا هعمله ان انا هنا هعمل فورم بالشكل ده، وهعمل هنا ليبل. هسمي الليبل ده ممكن العنوان، وهعمل هنا انبوت. الانبوت ده هيكون هو التايتل، هديله هنا تايتل بالشكل ده. وبعد كده نفس الكلام ده هكرره، وهنا هيكون الوصف، والوصف ده هياخد اي دي description. اخر حاجة ان انا هاخد الكلام ده وهحط هنا بس الصورة، رابط الصورة، وده هيكون من تايب تكست عادي، لكن هنا هيكون ممكن نسميها image بالشكل ده. الوصف بس علشان ممكن الوصف طبعا الطبيعي ان هو يكون كبير، فانا هخليه تكست اريا، يعني هشيل الكلام ده، هخلي الوصف تكست اريا وهديله اي دي description. لو عملنا سيف للكلام ده زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي طلع لنا. طبعا شكل سيء جدا. هحط هنا H2 وليكن خلينا نسميه إضافة تعديل منشور. بالمرة آخر حاجة هعملها إن أنا هضيف الزرار بتاعنا اللي إحنا هنعمل بيه submit. فهاجي هنا أعمل زرار بوتوم، وهقول له هنا حفظ بالشكل ده، والاي دي هقول له هنا سيف علشان اتعامل معاه بالجافا سكريبت. بالمرة هنا اللغة أنا هخليها عربي، والدايركشن بتاع الصفحة هخليه RTL، تنسيقات بسيطة. نبدأ ان احنا نحط CSS بسيط، بس خليني لحد دلوقتي اشرح اللي انا عملته علشان انا عايز امشي في التطبيق ده خطوة بخطوة. اللي انا عملته لحد دلوقتي ان انا عملت هنا فورم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلينا هنا نجيب دي، عملت فورم. ال H2 ده هو العنوان، والليبلز اللي انا حطيتها اللي هو العنوان والوصف ورابط الصورة. وبعد كده حطيت العنوان كتكست واديت له اي دي علشان نتعامل معاه في الجافا سكريبت. نفس الكلام مع التكست اريا ده، واديت له اي دي علشان نتعامل معاه في الجافا سكريبت. ونفس الكلام مع الصورة، اديت لها اي دي. واخيرا الزرار اللي هنحفظ فيه اديت له اي دي علشان نتعامل معاه في الجافا سكريبت. ده فكرة الاستراكشر الاساسي بتاع ال HTML. كده احنا خدنا خطوة. ناخد الخطوة الجاية في الفيديو الجاي ان شاء الله.